بصوا يا جماعه، تعالوا اوريكم حاجه. انا مركب كاميرا سمارت هنا، وهعمل نفسي دلوقتي ان انا شخص غريب داخل المكان علشان نشوف الكاميرا هتعمل ايه، ونشوف فعلا هل الكاميرات السمارت يعتمد عليها في التامين ولا لا. اول حاجه هعملها ان انا اخلي الكاميرا تشوفني واشوف الكاميرا هتعمل ايه. كان انا شخص غريب كده دخل زي ما انتم سامعين. اول حاجه دلوقتي الكاميرا عملتها في انذار حصل علشان تنبه بقى الناس الموجوده، او تخلي الشخص اللي دخل ده لو ملوش اصلا حق ان هو يخش ان هو يخاف. وطبعا يعني اللي حصل دلوقتي ان في هنا هيومن ديتكشن تبعت على طول اشعار على الموبايل تقولك ان في شخص دلوقتي موجود في المكان. لو الشخص اللي دخل المكان والكاميرا صورته حب يتحرك في اماكن تانية في نفس المكان وعدسه الكاميرا ما بقتش جايباه، هتلف وراه زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا اتحرك، بصوا على الكاميرا، بص الكاميرا بتتحرك معايا. في بقى حاجه جامده جدا هنجربها دلوقتي، وهي ان انت ممكن تتكلم مع الشخص اللي دخل المكان ده. انت لو دخلت على التو واي اوديو وجينا نتكلم زي ما انتم شايفين، انا صوتي دلوقتي بيطلع من الكاميرا. فالكاميرات الذكيه يا عزيزي المشاهد هي من افضل الاختيارات اللي انت ممكن تستخدمها في الامان، علشان سهله جدا ان انت تعمل اعدادها بنفسك وتركبها بنفسك، والتحكم فيها كمان سهل جدا وبيديك مميزات كتير جدا. لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد، وكان معكم محمد انيس.